عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهارده نعمله مع بعض اكله من اكلاتنا السهله السريعه اللي ما بتاخدش وقت وبتبقى حلوه جدا. هنعمل حواوشي كهراوي. هنجيب عيش برده وهنفتح العيش بتاعنا بالطريقه دي. اي مقص عندك وافتحيه بالطريقه دي. هاتي بقى بصلتين كده كبار حلوين افرميهم، وانا هنا معايا كيلو لحمه مفرومه. هنزل على اللحمه المفرومه بتاعتي، هنزل عليها بالبصل، وبعد كده هنزل بالبهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي سهله وسريعه وموجوده في اي بيت، عباره عن فلفل اسود، ملح، وهبشر حبه جوز الطيب لو بتحبي تحطيها في الاكل. لو مش بتحبي تحطيها في الاكل شيليها من الاكل، مفيش مشكله خالص. افضل بقى كده امكسهم كده مع بعض واعجنهم كاني بعجن عجين. طبعا لازم نبقى غاسلين ايدينا وايدينا نظيفه وزي الفل. وبعد هنا ما مكست اللحمه مع البصل، هجيب بقى العيش بتاعي واخد كده كوره بايدي وادخلها جوه العيش وافردها، واحاول ارقق طبقه اللحمه جوه العيش عشان تستوي، بس مش ارققها جامد، يعني يبقى في نفس الوقت ان انا حاسه بطعم اللحمه وانا باكلها، بس ما ضخمش او ما تخنش حجم اللحمه جوه العيش عشان تستوي كويس. زي ما احنا شايفين كده، بصوا بنفرد كده اللحمه كده جوه العيش. نعمل واحد تاني مع بعض. هجيب برضو اللحمه وهفرده جوه العيش واخلي الطبقه حلوه. اخلص بقى الكميه اللي عندي وارجع لكم تاني. عندي بقى سمنه، هجيب السمنه بتاعتي في التلاجة، فحطيتها في الميكرويف كده، سيحتها شويه. اجيب كده الفرشه بتاعتي وبالسمنه ادهن كل رغيف وش وظهر زي ما انتوا شايفين اهو، واحطه على جنب، واخد الرغيف اللي بعده وبرده ادهنه وش وظهر. وبعد ما خلصت كل الكميه اللي عندي، هجيب بقى الصاج الاسود بتاع الفرن. مش الفرن بيبقى فيه صاج اسود وبيبقى فيه شبك، انا بقى هجيب الصاج الاسود بتاعي بتاع الفرن، او ممكن اي صينيه عندك. لو ما عندكيش الصاج دوت ممكن تجيبي اي صينيه عندك، مفيش اي مشكله. انا الصاج بتاعي عشان عارفاه وكده كده العيش عندي مدهون، فانا مش محتاجه ان انا ادهن الصاج. هحط العيش بتاعي وهقوم مدخله الفرن. هو بالظبط بياخد على كل جنب 5 دقايق. هدخله الفرن هياخد على كل جنب 5 دقايق. وكده يا حبايبي الحواوشي بتاعي بعد ما طلع اللحمه مستويه وكل حاجه زي الفل. اشوفكم في فيديو جديد يا حلوين على خير. تنسوش اللايك والشير، وادعوا لي من قلبكم بالخير. سلام.